كان أعز واحد في ولادها وبتحبه حب جنون، ولو غاب عنها كام ساعة تطلع تدور عليه في الشارع، ما تقدرش تعدي يوم من غير ما تشوفه، وفضلته على اخواته الخمسة. ويوم رحيلها قعد في سهرة صباحي وفضل يضحك ويهزر من قلبه. هتتصدم وانت بتسمع اللي عمله سعيد صالح يوم رحيل مامته من الدنيا، وعلاقة عادل إمام باللي حصل مفاجأة. يا ترى ايه كواليس رحيل مامة سعيد صالح، وليه بعد رحيلها بكام ساعة قعد في سهرة صباحي وفضل يضحك؟ هل اللي حصل علشان يعكس المشاعر اللي جواه؟ وايه علاقة الزعيم عادل إمام باللي حصل؟ يلا بينا نعرف القصة كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين الحكاية للنهاية. حقيقي اللي حصل يوم رحيل مامة الفنان الراحل سعيد صالح حاجة صعبة قوي، وتخض وتخليك تمشي تكلم نفسك وتقول ازاي يعمل حاجة زي كده بعد ما مامته ما تمشي من الدنيا بكام ساعة بس، رغم انها ما كانتش وحشة خالص معاه، ولو طالت نجمة من السما تجيبها له، المهم انها تشوفه سعيد قدام عينيها، وفي الاخر يكون ده جزائها على اللي عملته معاه. معقول ما يزعلش عليها ويقول اللي راح راح، لما عيط مش هترجع؟ ام الفنان سعيد صالح كانت بتعتبره اعز واحد في ولادها الخمسة مهما عملوا لها، ولا يمكن تحبهم او تعملهم زي ابنها سعيد اللي كانت بتحبه حب واصل للجنون. ويا عيني لو غاب عنها كام ساعة بتبقى قاعدة تكلم نفسها وتقول راح فين وايه اللي جراله دلوقتي، وما تقدرش تتحكم في نفسها وتطلع تجري تدور عليه في الشوارع لحد لما يجيلها وقلبها يرتاح، وتعمل له الاكل اللي بيحبه وتفضل تدعي له، ما هو بقى اللي في الحتة الشمال. ويا سلام بقى لو غاب عنها يوم كامل، بتبقى حالتها صعبة قوي والزعل بيبان عليها، عايزة تشوف نور عينيها سعيد، وطبعا سعيد كان بيحبها. ده الواحد لما بتبقى امه وحشة معاه برضه بيحبها، فما بالكم بقى باللي بتعمله معاه. مرت السنين وفي يوم صحيوا على رحيل ام سعيد صالح، وطبعا اخواته وقرايبه كلهم كانوا خايفين سعيد يعرف ويجرى له حاجة من الزعل عليها، بس كانوا مضطرين يقولوا له. واول لما عرف ما عملش اي رد فعل خالص. ايوه، محدش يتصدم، ده لسه الصدمة الكبيرة جاية قدام. المهم حضر وودى امه لمكانها في الاخرة، وحضر العزا بتاعها، وخد نفسه وطلع على المسرح لانه كان بيقدم مسرحية اسمها رود الفرج مع الزعيم عادل امام. تخيلوا اول لما اصحابه شافوه ومعاهم الزعيم قالوا له البقاء لله، وكان شكلهم متأثر جدا على اساس انه زعلان بقى على رحيل امه، بس فجأة قال لهم هو في ايه؟ يلا خلينا نكمل شغلنا ونشوف اللي ورانا. كل ده يبان عادي، واحد من صدمته بيحاول ينسى رحيلها، بس للأسف هو ما كانش زعلان خالص عليها، وقال هعمل لها ايه يعني، ولما ازعل عليها هتقوم تاني؟ لا، وكمان خد عادل إمام وراحوا سهروا للصبح وقعدوا يتكلموا في مواضيع كلها ضحك، وفضل في السهرة دي يضحك ضحك من قلبه، يمكن عمره كله ما ضحكش زي اليوم ده، وكأن ما حصلش حاجة خالص، ولا كأنه فقد أمه اللي كانت بتعشقه، ولا أي حاجة حصلت تعكر مزاجه. ولما اتسأل بعد رحيلها بكام سنة انت كنت بتضحك وبتعمل كده من صدمتك عليها، قال لا طبعا، مين قال كده؟ انا ما زعلتش اصلا، هو زعلي هيرجعها تاني، وفعلا ضحكت من قلبي، بس اكيد الضحك ده مش على رحيلها، ده كان على مواضيع تانية من حياتي اتكلمت فيها مع الزعيم. ورغم كل اللي سمعتوه ده، اخته بعد رحيل امهم عملت زيها وتعلقت بسعيد، وبقت ما تقدرش تغيب عنه، وبتصحى من النوم جري تمسك التليفون تطمن عليه. يا ترى شايفين موقف سعيد صالح من اللي عمله ده ازاي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.